السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. انا ميرا. ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم وصفه ليباناز، وصفه تونسيه جبتها من سوق هراس. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم قناتي ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. نروحوا المقادير. عندي هنا 200 غرام زبده، كاس قلصبه سكر حبيبات، نقدروا نديروا هنا سكر رطب، بات صابلي، كل واحد عنده بات صابلي تاعو. بس حنا هذه وصفه اقتصاديه. نزيدوا كيس فانيليا، سكر فانيليا، ولا نقدر نزيدو فانيليا سائله. نخلطوها مليح، نزيدو معاه 2 مغارف ماء، يكون بارد الماء، 2 مغارف يعني ملعقتين ماء بارد. وانا نبداو نضيفو الخميره الكيميائيه والفرينه. انا عندي كيس خميره كيميائيه، ونلمو بالفرينه. لازم تكون عندنا عجينه طريه مش يابسه. نلموها ما نعجنوهاش. بات صابلي عاديه، انا هنا درتها اقتصاديه. الوصفه هذه جبتها من ولايه سوق هراس، انا ما كنتش نعرفها، كليتها في سوق هراس، ويعني تحية لناس سوق هراس اعطوني الوصفه، قلت نجربها معاكم. يعني ما شاء الله يعني تليق لسهرة رمضان. وهنايا نفردوا العجينه تاعنا بعد ما تكون بردت شوي. انا ما عطيتهاش تبرد بزاف، بس هي تبرد حتى نص ساعه. تحطوها في الثلاجه حتى نص ساعه 20 دقيقه. نحلوها هنا في البلا، ونثقبوها بالفرشيطه، ونحطوها طيب. هنايا للطبقه الثانيه عندنا بسكويت عادي، نديو منه 2 كيسان ونص مرحيين، وعندنا كاس كاوكاو مرحي. وقبل ما نرحيوه نحمصوه، ونزيدو هنايا القولي يعجبنا. انا زدت مبشور ليمونه وواحده فاني، يعني هذه اختياري. واحده خميره كيميائيه وبيضه. نحركو مليح. نروحو نلموها. هنا اداة عسل منزلي يعني خدمته انا، نخدم به المعسلات تاعي. نقدروا هنا نعوضوه بشربات عاديه، كاس سكر، كاس ماء، تجي شربات شوي ثقيله كيما العسل هذا. الوصفه كامله هذه تحتاج كاس غير شوي يعني، سوا شربات. انا عسل هذا كيما قلت لكم راني طيبته في الدار. نحركوها مليح حتى تتلم معنا، ونزيدوا لها 4 كاس حليب. انا زدته هنا ما صورتوش على بها عاودته لكم. هنا جبت الصابلي تاعي وهو سخون هكاك، ندهنو باي مربى عندنا. انا درت مربى المشمش، يعني حتى لو كان مربى خدمناه حنايا. نحطو الحشوه هذيك، نستناوها حتى تبرد باه نحطو الحشوه. المربى نديروه وهو سخون، والحشوه نحطوها حتى تبرد. هنا عاونت روحي بالزيت، حطيت يدي في الزيت وحليتها، ونديها طيب من الفوق برك. طيبوهاش من تحت، من الفوق برك. بعد ما طيب هنا عندكم خيارين، تقدروا تسقيوها عادي بسكي معسلات، والله كيما انا دهنتها برك. يعني نتمنى تجربوها، يعني ما تصوروش البنه تاعها كيف دايره. والتزيين درك اختياري. نقدروا نديروا الكاوكاو، نقدروا كيما انا هنا عندي في طالي الكاوكاو، نقدر نديروا بسكويت اللي فضل لنا داك المرحي. هنا عندي ناي وضالي كاوكاو، وزينتها بالفو بيستاش. وكي قسمت لك الحبه شوي كبيره هنايا، خرجت لي 12. كي عاودت قسمتهم خرجت لي 24 حبه. نتمنى تجربوا الوصفه. ولا عجبتكم قناتي ما تنسونيش بالاشتراك، وما تنسونيش باللايك. على هذا الشكل ده حنعاود نقسمها انا باه تجيني كيما هكا. والى الملتقى ان شاء الله، وشاهدكم في الجنه.